حباية نغطيها، هالات نخفيها، أي عيب ليه ألف طريقة. بس عمرك وقفتي قدام نفسك وسألتي أنا ليه بعرف أخبي عيوب شكلي وما بعرفش أصلح عيوب شخصيتي؟ ممكن نقعد ساعة كاملة عشان نطلع بأحسن شكل، بس نستصعب 5 دقايق نعتذر فيها لحد زعلناه، أو نصلي في ميعادنا، أو نبطل عادة مش بنحبها في نفسنا. لأن مهما كان شكلك جميل، أخلاقك هي اللي هتخلي الناس تفتكرك، وقلبك هو اللي هيقربك من ربنا، وشخصيتك هي اللي هتفضل، وكل حاجة تانية تتغير. عالم الجمال والموضة مش حرام ومش عيب. العيب طبعا ده أولا إن احنا حد يشوفنا بالميك اب ده أو لبس ملفت، لكن في البيت مع عائلتنا براحتنا، ده حاجة لازم كلنا نكون عارفينها. مهما دريتي في عيوبك وشكلك بقى طلع بيرفكت وأحسن حاجة وانتي من جواكي مش أحسن حاجة، في حاجات عندك متلخبطة، حياتك مش منظمة. أنا عملت فيديوهات للجلو أب وازاي تثقي بنفسك وحاجات أكتر من كده، هسيبلك اللينك بتاعهم في الكومنت علشان تدخلي تتفرجي على الفيديوهات دي. وبجد بعد ما تسمعيهم انت هتتغيري جدا، وهتعرفي بقى انت محتاجة تغيري ايه من نفسك، هتبقي أحسن بكتير وهتبقي أحسن نسخة من نفسك. انت لازم تعرفي ان انت طول ما انت شكلك حلو، انت واثقة بنفسك وكل حاجة، بس لازم يكون أخلاقك من جوه. انتي شكلك الداخلي مش الخارجي، شكلك الداخلي يكون حلو، يكون لطيف، يكون لذيذ. ما تكونيش قافلة مع الناس كلها، وما تكونيش برضو مفتوحة مع الناس كلها، بمعنى open. ما تبقيش منفتحة لكل الناس وتكلميهم وتقولي لهم أسرارك. لازم تبقي واثقة من الناس اللي انت بتكلميهم دول، مش هنحط ميك اب وننسى بشرتنا وننسى ان هي ارهقت من الميك اب، مش بنهتم بيها. فيها حبوب، فيها آثار حبوب، فيها التهابات، تعبانة، لازم تعالجي بشرتك ولازم تعملي لها كير او يوم مخصص للبشرة تعتني بيه. ما تحطيش فيه ميك اب لان بشرتك بتتدمر من الميك اب. وما تسمعيش كلمة ان انت عشان صغيرة فانت بشرتك هتتدمر من الميك اب. على فكرة احنا صغيرين كبار في الحالتين بشرتنا بتتدمر من الميك اب، فما في سن معين اللي انت تحطي فيه ميك اب بشرتك مش هتتدمر، مفيش حاجة اسمها كده. كلنا بشرتنا بتتدمر من اي ميك اب بنحطه، بس الاشطر هو اللي بيحط الميك اب ويعتني دايما ببشرته ويحافظ عليها، يمسح الميك اب قبل ما ينام، ما بيحطش ميك اب على طول، يعني عارف بشرته وبيهتم بيها. طبعا يعني في سن معين نبتدي نحط فيه ميك اب، مش من واحنا اطفال نحط ميك اب ونتعود عليه. طبعا هما بيقولوا كده علشان انتي صغيرة بشرتك لسه بتتبني، فانتي ما تبنيهاش بان هي تبقى متدمرة وسيئة، فانتي لا، سيبي بشرتك على طبيعتها لحد ما يبقى سنك المناسب ان انتي تحطي ميك اب. وطبعا الميك اب مش الاوفر، الحاجات البسيطة السيمبل الهادية عادي جدا. كونسيلر مثلا لو عندك هالات اوفر وبتتكسفي منها يخليكي ان انتي مش واثقة من نفسك، لا ساعتها بتحطي كونسيلر. ملخص يعني الفيديو ده كله ان انتي تهتمي بنفسك الداخلية وبشرتك ذات نفسها قبل مظهرك الخارجي، لان كلنا بنهتم بنفسنا وبنحط ميك اب ولازم شكلنا يكون ممتاز بيرفكت، ونسينا طبعا نفسنا ونسينا ازاي اصلح عيوبنا وكل الحاجات دي. اهتمي بشكلك، بس كل يوم اسألي نفسك سؤال واحد: ايه العيب اللي هصلحه في نفسي النهاردة قبل ما احاول اخبيه. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه، وبحبكم جدا جدا. استنوني باقي الفيديوهات. باي.